كلنا مرينا بالإحساس العجيب ده، الإحساس اللي بتكون فيه بتذاكر أو بتشتغل وفجأة تلاقي نفسك دخلت في حالة تركيز مش طبيعية، بتبقى عامل زي الآلة كده ومش حاسس بأي حاجة بتحصل حواليك. الإحساس اللي فيه الوقت نفسه بيختفي، يعني الساعات بتعدي كأنها دقايق بالظبط، والإنتاجية بتاعتك بتبقى في السماء. الحالة دي العلماء بيسموها حالة التدفق أو الفلو ستيت. طيب السؤال هنا، هل ممكن ندخل في حالة التركيز الخارقة دي بمزاجنا؟ يعني وقت ما نحب نركز؟ هل الموضوع ده مجرد حظ ولا دي مهارة ممكن أي حد فينا يتعلمها ويكتسبها؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع بالزمن لورا شوية، حوالي 55 سنة كده، لقصة حقيقية. قصة كانت مسألة حياة أو موت، والتركيز فيها كان هو الحاجة الوحيدة اللي بتفصل بين النجاح وبين كارثة محققة. القصة دي هي قصة رحلة أبولو 13. الحكاية بتبدأ يوم 11 إبريل سنة 1970. العالم كله حرفياً كان قاعد بيتفرج على انطلاق صاروخ أبولو 13 وهو رايح للقمر، وكله كان ماشي زي الفل لحد ما وصلنا لليوم الثالث والمركبة على بعد 300 ألف كيلومتر من الأرض، وفجأة بوم، خزان الأكسجين رقم 2 انفجر. وده معناه حاجة واحدة بس وببساطة شديدة، رواد الفضاء الثلاثة اللي على المركبة دي هيموتوا، لأن الأكسجين اللي فاضل مستحيل يرجعهم الأرض. تخيلوا بقى الموقف تحت في مركز التحكم في هيوستن. الضغط كان رهيب لا يحتمل، بس قائد الفريق واحد اسمه جين كرانز لم كل المهندسين بتوعه وقال لهم جملته اللي دخلت التاريخ: الفشل مش اختيار، الناس دي لازم ترجع مهما حصل. وهنا بقى السؤال المهم، إزاي الفريق ده قدر يركز وسط كل الضغط ده العالم كله كان بيتفرج ومستني منهم يلاقوا حل وأرواح ناس على المحك؟ إزاي قدروا يدخلوا في حالة التركيز المطلقة دي اللي كانت ضرورية عشان ينقذوهم؟ خلينا نسيب السؤال ده هنا وهنرجع للقصة دي كمان شوية. تمام، خلينا بقى نسيب التحدي الجبار بتاع الناس ده على جنب دلوقتي، ونيجي للتحدي اللي كلنا بنواجهه كل يوم، مشكلة التركيز في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. في دراسات جديدة بتقول حاجة صادمة شوية، بتقول إن متوسط فترة انتباه الإنسان دلوقتي بقت 8 ثواني بس. عارفين الصدمة الحقيقية فين؟ إن فترة انتباه سمكة الجولد فيش 9 ثواني. أيوة زي ما سمعتوا كده، قدرتنا على الانتباه بقت أقل من سمكة في حوض. طب ليه وصلنا لكده؟ ليه مش بنعرف نركز؟ بصراحة الأسباب كتيرة قوي، عندنا مليون حاجة عايزين نعملها في نفس الوقت، أولويات بتشدنا من كل حتة، بنعمل لنفسنا روتين صارم قوي، وأول من حاجة صغيرة تبوظه اليوم كله بيضرب، وجدولنا اليومي بيبقى زحمة ومليان مهام أكتر من اللي نقدر عليه. وفوق كل ده الدوشة اللي جوه دماغنا بقى، القلق والأفكار اللي ما بتخلص. طيب أول خطوة عشان نحل المشكلة دي هي إننا نوقف لوم نفسنا. جلد الذات ده مش بيحل حاجة، ده بيخلي الموضوع أسوأ، بيزود الضغط علينا وبيخلي التركيز أصعب. في المرة الجاية لما تلاقي نفسك مش عارف تركز، بدل ما تلوم نفسك أقف لحظة واسأل هو إيه السبب الحقيقي؟ تمام، يبقى إيه الحل العملي؟ في خطة واضحة ومباشرة ممكن نمشي عليها عشان نرجع نسيطر على تركيزنا تاني. يلا بينا نشوف إيه هي الخطة دي. بصوا، في أول كل يوم لازم نحدد المهام اللي ورانا، بس مش أي مهام وخلاص، لازم يتوفر فيها 3 شروط. أول حاجة تكون قليلة، يعني بالكتير قوي من 2 ل4. تاني حاجة تكون محددة، يعني واضحة جدا. وتالت حاجة تكون مؤثرة، يعني ليها تأثير فعلا وبتخدم هدف كبير عايزين نوصله. وهنا بقى بتيجي أهمية فكرة التحديد دي، يعني بدل ما الهدف يكون عام وعايم زي هذاكر للامتحان، لأ، الهدف لازم يكون واضح ومحدد، زي النهاردة هذاكر الفصل الأول فيزياء. كده الهدف بقى واضح، سهل يتقاس، والمخ بيعرف يتعامل معاه بسهولة أكبر. اسمعوا الجملة دي كويس عشان ممكن تبان غريبة في الأول، بس هي أساس كل حاجة. بتقول أول طريق للتركيز هو إنك تركز على المشتتات بتاعتك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قبل ما تحاول تركز في شغلك أو مذاكرتك، لازم الأول تحدد بالظبط إيه هي الحاجات اللي بتسرق انتباهك منك. كلنا عارفين الإحساس ده، تكون قاعد مركز في حاجة وفجأة نوتيفيكيشن واحدة بس على الموبايل. عارفين الإشعار الواحد ده بيكلفنا إيه؟ الدراسات بتقول إن المخ بيحتاج في المتوسط 23 دقيقة 23 دقيقة كاملة عشان يرجع تاني لنفس درجة التركيز العميق اللي كان فيها. تخيلوا كمية الوقت والطاقة اللي بتضيع بسبب حاجة تافهة زي دي. طيب نعمل إيه؟ الخطوة اللي بعد كده هي إننا نقضي على المشتتات الخارجية دي. لازم نحددها الأول،
هو الموبايل، التلفزيون، الدوشة اللي حوالينا، وبعد ما نحددها نتعامل معاها بحسم. الموبايل ده يتحط في أوضة تانية ويتعمل صامت. لو في دوشة نطلب بهدوء إن الصوت يوطى أو نقوم إحنا نغير مكاننا. الخلاصة إننا اللي نتحكم في المشتتات دي، مش نسيبها هي اللي تتحكم فينا. تمام قوي. كده احنا اتعاملنا مع المشتتات اللي بره، بس لسه فاضل التحدي الأهم والأصعب، المعركة اللي جوه، المعركة مع الأفكار اللي جوه دماغنا. طب هنتصرف إزاي مع الأفكار اللي بتنط في دماغنا فجأة وإحنا بنشتغل؟ زي مثلا فجأة تلاقي نفسك افتكرت موقف قديم ضايقك، أو بدأت تقلق من حاجة هتحصل بكرة، أو الأسوأ بقى تجيلك فكرة مشروع عبقرية في وقت غلط تماماً وإنت المفروض تكون مركز في حاجة تانية خالص. الحل هنا بسيط جداً، تكنيك اسمه باركينج الأفكار. الفكرة كلها إنك تخلي جنبك ورقة وقلم. أي فكرة تيجي في بالك، أي قلق، أي حاجة تانية المفروض تعملها، أي حاجة ما تقاومهاش، بس امسك القلم واكتبها فوراً على الورقة دي، وكأنك بتقول لدماغك تمام شفتك وهرجع لك بعدين. بالطريقة دي انت بتخرج الفكرة من راسك وبتفضي مساحة لعقلك عشان يرجع يركز في اللي كان بيعمله. طيب دلوقتي جه الوقت نرجع لقصة أبولو 13 اللي سيبناها في الأول، عشان نعرف إزاي الفريق اللي على الأرض قدر ينقذ رواد الفضاء دول، والأهم إيه الدرس اللي كلنا لازم نتعلمه من القصة دي. بعد 6 أيام كاملة من التركيز التام والمكثف، الفريق توصل لحل. والمفاجأة إن الحل ما كانش حاجة تكنولوجية معقدة خالص، الحل كان عبقري في بساطته. استخدموا حاجات موجودة فعلاً على المركبة، شوية أكياس بلاستيك وفلتر هواء، وعملوا بيهم نظام تنفس بدائي ومؤقت. الحل البسيط ده هو اللي أنقذ رواد الفضاء ورجعهم للأرض سالمين. العبرة هنا مش في الحل نفسه قد ما هي في حالة التركيز الخارقة اللي الناس دي وصلت لها. كان عندهم هدف واحد بس واضح وصريح، لازم نرجع الناس دي. فركزوا كل طاقتهم وكل تفكيرهم على الهدف ده وبس، تجاهلوا تماماً كل الضغط وكل المشتتات اللي حواليهم. وده بيورينا قوة التركيز الحقيقية ممكن تعمل إيه. وعشان نقدر نوصل لمستوى التركيز ده في حياتنا، محتاجين نبني أساس قوي. الأساس ده عبارة عن شوية عادات بسيطة: نوم كفاية من 6 ل7 ساعات، رياضة كل يوم حتى لو مجرد مشي، وجبات صغيرة على فترات، روتين يومي بسيط ومرن مش معقد، والأهم من كل ده نحافظ على طاقتنا ومنهدرهاش في حاجات ما تستاهلش. في النهاية لازم نعرف إن أغلى وأثمن حاجة بنمتلكها في العالم ده هي انتباهنا. حرفياً كل الشركات والتطبيقات اللي في العالم بتتخانق عشان تسرق حتة من الانتباه ده. فالسؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه هو إزاي هنحمي الأصل الثمين ده، وإزاي هنستثمره صح.